غلطة اوعي تعمليها مع اي راجل. مش اوقات كتير بتزعلي قوي ان جوزك ما بيعملش معاكي حاجة معينة وبيروح يعملها لستات تانية؟ مش اوقات بتحسي ان خيره بره مش خيره جوه؟ انا هقولك بقى ليه. في حاجة معظم الستات بتعملها، بتشيل مسؤولية الراجل هي. يعني الست النهاردة عربتها عطلانة، تقول لا 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 أنا مش هتعبه وهو في الشغل، وتقوم تروح هي وتروح للميكانيكي وتعمل مش عارف ايه وتروح بالعربية سليمة وتقول له النهاردة كان في كذا وكذا وكذا وأنا شلت من عليك. ابنها يعيا وهو في الشغل، تقول لا أنا مش هروح أقول له تعالى ودي ابنك لحسن يكرهني ويكره الواد، أنا هاخد الواد أنا ووديه الهوسبيتال أو المستشفى. شفتوا بقى انتوا بتعملوا ايه؟ مهمة الراجل هو حمايتك وتوفير الامان ليكي وتوفير المصاريف والاكل والشرب وتأمين الحياة بشكل كامل. انت بتاخدي هنا من واجباته وتحطيها عليكي كواجبات. وتخيلي، هل في راجل هيقولك لا وانت بتعملي كده؟ مفيش حد هيقولك لا وانت بتعملي كده، بالعكس دي هتخلي حياته افضل، ولذلك هيروح يدور على واحدة تانية يحس انه بيعمل معاها كده ويحس انها ملكة. وما ينفعش توسخ ايديها وتغير زيت العربية عند الميكانيكي، ما ينفعش تعمل حادثة وتروح هي تتصرف، لا لازم تكلمه في التليفون وتقول له لا تعالي لي. ما ينفعش ان يبقى عندها مشكلة عشان تروح مصلحة حكومية الا وتكلمه تقول له لو سمحت ممكن تشوف لي حد هناك عشان انا مش هعرف اقف في الطابور. هي دي الست اللي في الاخر هتيجي تاخد خيره. فلازم انت تحسسيه انه راجلك، اوعي تعوديه يبقى كسلان، اوعي تعوديه ان انت بتعملي كل حاجه. طب وانا ما اعرفش اعمل كده؟ تعرفي طبعا ولازم تكوني تعرفي، بس الملكه عمرها ما بتعمل حاجه بايدك. الملكه دايما بيتعمل لها اللي هي عايزاه واللي هي تعرف تعمله، بس في المقابل لازم مكافاه. لازم لما هو يعمل كده لازم انا اعمل مقوماتي كواحده ست. اما يرجع يلاقي صينيه مكرونه ولا صينيه بطاطس ولا مسخن ولا مسحب ولا الحاجات دي كلها محطوطه على الترابيزه، ونقول له يا راجلنا انت على راسنا. يرجع يلاقيكي محضره له مفاجاه في البيت، تسمعي كلمه حلوه، مش لازم مفاجآت، تلبسي لبس جديد وحلو، تشتري حاجه اونلاين عشانه، تبقي انثى لما هو يبقى رجل. بزعل جدا لما واحده تقضي كل حياتها في ارضاء الطرف الاخر. انت بتجيبي نتيجه عكسيه، انت بتحسسيه ان انت قوي لو بروفايل. انت بعد كده لو جالك راجل معدي كده وشال من عليكي المسؤوليات اللي انت بتشيليها عن الراجل، هتبصي له كده وانت متمنيه تبقي مكان مراته. ويا سلام ده هتلاقيه كل يوم في كل مسلسل مع واحده صاحبتك وجوزها، هتحسي بحرمان رهيب قوي. كل ده لمصلحه مين؟ عشان عايزه تريحيه؟ بالعكس حسسيه انه راجل، خليه يعمل لك حاجه حلوه وفي مقابلها تسقفي له وتقولي له برافو يا حبيب قلبي. حسني علاقتك بيه ومع نفسك، انت اكبر من انك تتحملي مسؤوليه حد، واللي مش هيعرف يقدرك يبقى ما يستاهلكيش. للاسف هي الدنيا ماشيه كده، ما ينفعش تضحي قوي لان التضحيه هتيجي عليكي عمرها ما هتيجي لصالحك ابدا. بحبكم جدا، اكتبوا لي رايكم في الفيديو.